ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. انا احمد عادل ودي قناه تعلم ببساطه، وان شاء الله تكون حليت الموقع ده او انك انت عملت اول موقع ليك والدنيا تبقى سهله جدا وبسيطه باذن الله. طيب اول حاجه انا عاوز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل بروجكت جديد، فانا هاجي جنب اللي هو HTML كورس ده في بروجكت 1 انا ممكن اعمل له نو وبعد كده اقول له ايه، اقول له بروجكت 2. تمام، فهقول له كده بروجكت 2 وادوس انتر. طيب هاجي بقى عندي فيجوال ستوديو كود اكبره شويه، وبعد كده هاجي عند كلمه فايل، وبعد كلمه فايل هاجي عند كلمه اوبن فولدر، فهقول له انا عاوزك بقى تفتح لي ايه، تفتح لي بروجكت 2 وادوس على كلمه سيلكت فولدر. بعد ما ادوس على كلمه سيلكت فولدر هدوس على كلمه يس ماشي، وبعد كده هاجي عند كلمه نو فايل اللي هو علامه البلس دي، واقول له ايه، اقول له index.html. مش شرط تكون كلمه index، ممكن تكون كلمه احمد دوت اتش، بس لازم تكون دوت html وادوس انتر. يبقى احمد دوت html شغاله و100 100 وزي الفل. طب لو عايز اعدل كلمه احمد دي اعمل ايه؟ هاجي هنا ادوس كليك يمين، وبعد كده هاجي عند كلمه رينيم واخليها ايه، اخليها index. تمام 100 100، وبعد كده ادوس انتر عادي. يبقى انا كده عندي مش كاتب اي كود. وحاول في اول فتره في تعلمك لل HTML انك انت كل شويه تمسح الكود من اوله لاخره وتبدا تكتبه. يعني مش تبدا تكتب من الكود كده جاهز، لا، ابدا اكتب من اول اللي هي الدوك تايب. فهاجي هنا قبل ما اشوف الموقع اللي انا عاوز اعمله ولا قبل اي حاجه انا عايز اعملها، هاجي هنا وبعد كده افتح علامه الاصغر من، وبعد كده افتح علامه التعجب، وبعد كده اكتب كلمه دوك تايب. هيظهرها لك هنا على فكره في المقترحات، ما تدوسش عليها، لا اكتبها انت. وبعد كده هكتب له دوك تايب، وبعد كده هقول له ايه، هقول له HTML. عادي تقدر تكتب دوك تايب بالكابيتال او بسمول مش هتفرق. تمام. طيب بعد كده هكتب HTML، بس لاحظ اللي هيحصل دلوقتي، اللي انا هكتب HTML هفتح الاصغر منه واكتبها، وبعد كده اقفل السهم. اول ما اقفل السهم بص اللي حصل على طول ايه، عمل لي القفله بتاعه الجزء اللي هو بتاع ال HTML. القفله دي حصلت ازاي؟ ده اضافه او اكستنشن هنتعلمها او هنضيفها. هنيجي هنا عند كلمه اكستنشن، وبعد كده نقول له ايه، نقول له كلمه اوتو رينيم. هي اسمها اوتو رينيم، هدوس عليها اول واحده دي. انا طبعا محملها، هتلاقي هنا عندك كلمه انستول. اول ما تدوس انستول هتشتغل معاك على طول. فانا دلوقتي لو كتبت له مثلا وليكن HTML خلاص هيقفل لي القوس بتاعها. طيب لو عايزين نجرب مثلا وليكن بادي، هقول له بادي. اول ما اقفل اللي هي علامه الاكبر من دي على طول راح كاتبها لي، وده هيمشي بقى مع كل التاجز او كل الوسوم بتاعه ايه، بتاعه ال HTML. تمام، فده هتسهل عليك اسرع في الكتابه. يبقى كده احنا كتبنا الدوك تايب اللي هو اصدار HTML 5، وبعد كده رحت كاتب له ال HTML، وبعد كده رحت كاتب جوه ال HTML رحت كاتب له ايه يا باشا، رحت كاتب له البادي. ده الموقع اللي احنا كنا عايزين نعمله. اول حاجه انا عندي هيدنج ليرن سيمبلي، طيب هبص عليها وما ابصش على الباقي. يبقى اول حاجه نعملها في البادي ايه، هقول له H1. اول ما اكتب H1 واقفل القوس هتلاقيه على طول هو مكملها لي بتاعه القفله. هقول له ايه، هقول له ليرن سيمبلي. تمام 100 100. طيب ادخل على الموقع تاني. طيب بعد ليرن سيمبلي انا شايف ان في مسافه كبيره. المسافه دي كنا بنعملها ازاي؟ كنا بنعملها بالامر اللي هو اسمه PR. فهقول له بعد ال H1 هفتح علامه الاصغر منه واكتب له PR، وبعد كده اقفله. وطبعا ده ملوش قفله، فعشان حتى تلاقي كمان الفيجوال ستوديو كود مش قافله لك، مش عامل لك كده اللي هو PR كده، لا هو ملهوش قفله. طيب يبقى انا كده عملت ايه، عملت اول حاجه كتبت اسم الموقع ليرن سيمبلي، وبعد كده سبت مسافه اللي هي او 6 سطر يعني بالPR. حلو. طيب حطيت الموقع كده جنبي عشان يكون واضح. يبقى انا كده عندي المسافه، وبعد كده عندي ويلكم تو ماي ويب سايت، نص يعني المهم اللي هو هيكون نص. طب النص ده اعمله ب H1 ولا ب H2 ولا ب H3؟ لا، اعمله باراجراف. فهفتح الاصغر منه، بعد كده اكتب له P، واول ما اكتب له P هيقفله لي، واخد النص ده كده ايا كان ايه هو، وبعد كده احطه هنا. خدته هنا كده ازاي؟ خدته هنا كنترول سي، علمت عليه وبعد كده دوست كنترول سي ككوبي، واجي هنا ادوس كنترول في، فراح كاتب لي النص ده. تمام. طيب بعد كده عندي واتس بروجرامنج. طيب واتس بروجرامنج دي عباره عن ايه؟ عباره عن H2. طب ليه مش H1؟ عشان انا قلت لك قبل كده انك انت هتكتب H1 مره واحده بس في الموقع بتاعك. اكتبها مره واحده بس، حتى لو انت شايف ان الاثنين دولت حجم بعض، هم مش حجم بعض، بس حتى لو انت شايفهم كده فليرن سيمبل ده اسم الموقع فهتخليه H1. طيب واتس بروجرامنج هتخليه H2، فهعمل كده H2، هفتح الاصغر من دي واعمل H2 هيقفلها لي على طول. هاخد الكلمه دي كده كوبي، وبعد كده هدوس هنا بيست او كنترول في، فهيروح ايه، هيروح عاملها لي. تمام 100 100 وزي الفل. طيب بعد كده عندي باراجراف. طيب يبقى هعمل ايه، هفتح اصغر منه وبعد كده هكتب له البي، واخد الباراجراف ده ايا كان ايه الباراجراف، انا هاخد يعني ايه حبه منه صغار كده واحطه هنا. تمام 100 100 وزي الفل. طيب بعد كده واي ليرن بروجرامنج ده H3، حتى هتلاقيه اصغر من اللي فوقيه. بعد كده هفتح علامه اصغر من، وبعد كده هقول له H3 وهو هيقفلها لي، وهاخد الكلمه دي كده كوبي، وبعد كده هدوس على كنترول في، وبعد كده عندي باراجراف. طيب هعمل ايه، هعمل بي، وبعد كده هيقفلها لي، واخد الباراجراف ده وبعد كده احطه ايه، احطه هنا. تمام
مية مية وزي الفل. يبقى انا كده عندي H1 اهو learn simply، بعد كده انا سبت مسافة، وبعد كده الباراجراف اللي هو welcome، وبعد كده H2 اللي هو what's programming، وهكذا باراجراف، وبعد كده ال H3 وهكذا بعديه ايه، بعديه باراجراف. عندي هنا H4 هتلاقي getting started دي عبارة عن H4 اللي هي صغيرة، فانا هاجي هنا كده. طبعا انا بسيب المسافات دي ازاي؟ بدوس على حرف التاب، فلما ادوس على حرف التاب هيسيب لي المسافة دي، فهاجي هنا واقول له ايه، واقول له H4، وبعد كده اقول له ايه، اقول له getting started، واحطه هنا عندي. بعديها هعمل له واسم البي، وبعد كده اقفله، واخد الكلام ده كده كوبي واحطه فين، واحطه هنا. تمام. طيب انا هقفل بقى الموقع ده كده وهفتح ده كده. دلوقتي انا بقى عايز اشغل ايه، عايز اشغل الموقع ده اشوفه فين، اشوفه عمل ايه ولا ايه اللي حصل، اشغله ازاي. كل اللي عليا بعمل ايه، باجي على الفولدر اللي انا عامله. فين الفولدر اللي انا عامله؟ اللي هو في البروجكت اللي هو اسمه ايه، اللي هو اسمه index.html. يبقى انا هاجي كده عند html كورس، وهتلاقي هنا عندك كلمه project 2، فلما اجي افتح الاندكس.html هدوس عليه مرتين، فهتلاقيه ظاهر لك بالشكل ده. وده الموقع اللي احنا عملناه. حتى لو انا هتلاقي هنا كده learn simply، بعد كده في مسافة، بعد كده welcome معرفش ايه والكلام ده كله، وده اللي احنا عملناه. احتفظ بالبروجكت ده عشان هتحل عليه واجب تاني النهاردة، او هتعمل مشروع بس المشروع هيكون مختلف بس بنفس الكلام ده، فيا ريت يكون عندك البروجكت ده ما تمسحوش يعني. تمام، مية مية. بس لو تلاحظ كده في مسافة قبل learn simply، يعني في مسافة كده قبل learn simply. هي المسافة دي جت منين؟ لما تيجي تبص على الكود بتاعك كده هتلاقي اللي انت عامل هنا كده بي ار، يعني انت قبل الاتش 1 اصلا رحت عامل له بي ار. فلما جيت فتحت الموقع بتاعك لقيت في مسافه هنا، فانا فعلا استغربت. فلما دخلت على الكود لقيت انا فعلا حاطط بي ار. فانا لو جيت مسحتها كده وبعد كده دخلت على الموقع وعملت ريفريش هتلاقي ان المسافه دي ايه، المسافه دي راحت. تمام. في امر جديد عايزين نتعلمه، وهو امر بيعمل خط افقي. يعني ايه خط افقي؟ يعني مثلا وليكن بعد ليرن سيمبل دي، انا عندي في الموقع بعد ليرن سيمبل دي بدل ما اسيب المسافه دي، لا انا عايز اعمل خط، اشد خط كده، يعني اشد خط وبعد كده ايه يتحط الحاجات اللي بعديها دي. فممكن امسح بي ار عادي جدا واقول له انا عندي امر تاني اسمه اتش ار. اصلا افقي يعني ايه بالانجليزي؟ افقي يعني هوريزونتال. اتش ار دي اختصار الهوريزونتال. فلما انا اجي اعمل ريفريش كده هتلاقي الخط ده ظهر اهو، الخط ده ليرن سيمبلي، وبعد كده الخط. لو انا جيت كبرت الموقع بتاعي كده فهتلاقي الخط واخد طول الموقع كله. تمام. يبقى بدل ما انا سبت سطر اللي هو بالبي ار، لا عملت بالاتش ار اللي هو ايه، قلت له يا باشا خد خط افق. يبقى في وسم جديد احنا اتعلمناه او امر جديد احنا اتعلمناه اللي هو اسمه اتش ار. طب البي ار كان بيعمل ايه، او اختصار كان ايه اصلا؟ كان اختصار ريح. ريح يعني ايه؟ بريك. فبريك يعني سيب سطر. تمام. المره اللي جايه بقى هنبدا نظبط خط الموقع ده. طبعا تظبيط وتلوين والحاجات دي كلها بالدهان، والدهان احنا ما بنتعلمش الدهان دلوقتي، احنا بنتعلم اللي احنا نبني الموقع. بنبني الموقع بايه؟ بالاتش تي ام ال. الدهان بالسي اس اس. بس المره اللي جايه هنتعلم حاجات في الخط نفسها. فما تقلقش من اي حاجه، بجد الموضوع هيبقى جدا بسيط وسهل، وفخور بيك جدا بان انك بتتعلم. فما تقلقش من اي حاجه، وان شاء الله اشوفك في الجزء اللي جاي.